يبدو اساسيا في مباراة. الله على التمريرة من ألان ماكسيمين. نعم ألان ماكسيمين، ووضع في راس البريكان امام المرمى، عالجها بذكاء وليس بقوة، والنادي الاهلي يسجل الهدف الاول. لاحظ القوة غير موجودة، الذكاء موجود من فراس البريكان، لا يحتفل هنا وانما يسجل حضوره. ومن الصدف عند جوارديولا كما تابعنا جميعا، وتوج بطلا لدوري ابطال اوروبا، وبالتالي يعيش اوقاته الجميله. كره تلعب من ضربه ركنيه خطيره، مرت من كل الرؤوس ووصلت تسديده قويه، والله ممكن يحسبها، ممكن الفار يعيد للنادي الاهلي لان فيها كلام، والله فيها كلام فيها. اي نعم، اي عندك حق، لكن انا اعتقد اقرب للهدف. بالمناسبة ما ابغي اسبق الاحداث، لكن اعتقد انها هي اقرب للهدف، وممكن الفار. واشوف عبارة توماس توخيل عن الفار هذه والحكم والفار هذه، انا قلتها في مباراة سابقة لكن اكررها، لان هو يقول توماس توخيل سننتظر. انا اعتقد انها هي اقرب للهدف. هو يقول انه يعني، لكن انتظار وننتظر. هذا الحكم بالمناسبة عنده نظرات، لكن ينتظرون الخبر. وهذا اللاعب الاسباني الذي قال مدربه كارلوس كارفاخال مدرب سيلتا فيغو انه يرى فيه شيء من جود بيلينغهام، اللي الان طبعا عامل عمايل مع ريال مدريد. جود بيلينغهام حيث استعصت الحلول، ياتي جود بيلينغهام كما فعل في الكلاسيكو طبعا امام برشلونة من بعيد، واعاد الامور. طولت شوي، انا ما اعتقد الامور محتاجه لكل هذه الامور في الفار. هو توماس توخيل يقول ماذا؟ اي نعم، هي من اللحظة الأولى باينة. بالمناسبة من اللحظة الأولى ما كان متسلل. بالمناسبة نعم، عندما استلم عينك ما كان متسلل، وبالتالي الهدف يسجل طبعا لنادي النادي الأهلي. هدف ثاني في المباراة عن طريق الإسباني فيجا يسجل هدف ثاني للنادي الاهلي، تكون 2-0. يا رياض هدف ثالث للنادي الاهلي، لكن الاستلام حكاية. الاستلام هو الهدف، والاستلام هذه لعبته. نعم استلمها هذه لعبته. خلاص الترويض وبالقدم اليمنى سجلها في المرمى. تكون 3-0 للنادي الاهلي، يتقدم. نعم، عندما طلب الكرة كانت الامور منتهية. هذه لعبته، هذه قراراته، وهذه اهدافه، وهذا هو صلاح محرز. وهنا جماهير النادي الاهلي يتقدم بثلاثية في الشوط الثاني كذلك من المباراة.